سبحان الله يا أخوة، سافرت مع واحد من زملائي ولما وصلنا وادي الدواسر وكانت أمه هنا في الرياض، مرض عليه الرجال، تعب وجاه أعراض زايدة وشبه أغمي عليه. دخلنا مستوصف، وأول ما دخلنا المستوصف أغمي على الولد الساعة 6 الصباح. أقسم بالله دق جواله وطالع أمي الغالية. يا الله، وش أقول لها الحين؟ المهم طلعت على جنب ورديت، قلت لها يا أم أحمد كيف حالك طيبة؟ قالت وين أحمد؟ قلت أبد أحمد نزل البقالة. قالت والله صحيت من النوم، فيه شيء؟ فيه شيء؟ قلت لا والله اطمئني، بس راح البقالة وجاي. والله رجعت يا رب يا رب أنك تحفظ لذلك القلب قلب الأم هذا الولد. ومن الله عز وجل عليه بالشفاء والعافية، ووصلنا إلى أبها وجلسنا يومين، ورجعت عليه الأعراض مرة ثانية وإحنا في أبها، وتعب وديته مستشفى أبها الخاص. وأول ما دخلنا أغمي عليه، أقسم بجلال الله أول ما أغمي عليه دق الجوال وطالع أمي الغالية. يا الله، اتصال لا سلكي يا أخواني. قلب الأم معك، قلب الأم معك في أي مكان، اتصال لا سلكي. فرفعت الجوال وسلمت كيفك يا أم أحمد طيبة؟ قالت وين أحمد؟ قلت أبد أحمد قريب. قالت أنا كل ما سألتك عنه الله يهديك وأنا مفجوعة قلت لي قريب، وين هو؟ قلت والله قريب، أول ما يجي خليه يدق عليك. ودخل غرفة العمليات وصلح العملية وطلع، كل شوي تدق. وبعد ما طلع من غرفة العمليات فتح الجوال وقلت له كلم الوالدة. أول ما اتصلت عليه بكت، قالت والله إن فيك شيء، قلبي ينغزني والله إن فيك شيء. ولذلك الطفل لو جبت لك طفل وضعته في جنوب الكرة الأرضية والأم في شمال الكرة الأرضية، إذا جاع الطفل يدر حليب الأم، إذا جاع ولدها. لذلك بعض الأمهات تقول الولد تعب، الولد يبي حليب. ليه؟ وش دراك؟ خلاص عندي إحساس داخلي، اتصال لا سلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما